ما كنتش بتقعد لوحدك زمان وكنت أنت حاسس إن أنت عندك مشكلة وإن السبب فيها حد تاني؟ خلّيني أقول لك تحلها إزاي. أنت مش هتحل المشاكل اللي عندك غير لمّا أنت تبقى متقبّل إن كل اللي أنت مرّيت بيه زمان هي مشاكلك أنت. يعني أنت الوحيد اللي تقدر تحلّها وأنت الوحيد اللي أنت تخرج منها لوحدك. ما حدش هييجي يحل لك مشكلتك ولا حتى اللي كان سبب فيها بقصد أو من غير قصد هيحل لك المشكلة دي. عشان أنت تبقى مُدرك اللي أنت بتمُر بأزمات عشان تبقى أقوى. كل حد فينا بيمُر بموقف صعب بيتعلّم منّه، يا ما يقعش فيه تاني، يا إمّا بيفكّر في حلول ما فكّرش فيها قبل كده، لإن هو وقع في المشكلة وعرف حلّها عامل إزاي، أو حتى على الأقل بيفكّر بشكل مختلف عن قبل كده. عشان كل ده أنت بتعمله عشان توصل لمرحلة إن الطوبة اللي فوق دماغك اللي هي كانت منزّلاك لتحت وبتبُص تحت رجليك، تاخدها وتخلّيها سلِّمة تحت رجلك تطلع بيها لفوق. إحنا بنتعلم عشان نبقى أقوى، بنمُر بأزمات عشان لمّا بتحصل بعد كده ما تتكررش تاني. خلّيك قوي وما تعيدش نفس المشاكل ولا تشتكي من الماضي اللي أنت مرّيت بيه قبل كده، حِل مشاكلك لوحدك. لو عجبك على كلامي اعمل لي لايك، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لي فولو، ولو عايز تقول لي على حاجة أو عايز تعدّل على كلامي أو حاسّه في حاجة عايز تقولها لي أو تزوّدها عليه اكتب لي كومنت هاستناه وأشوفه وأرُد عليك. يالّا سلام.